كان العاصي منشف السنة الماضية على الأخير، رجع هلا السنة مشي، بس يعني حاقنينه بسد الرسن لأنه السنة فضوا من سد الرسن كميات كبيرة. لكل ناعورة لها اسم هون لرفع المي من نهر العاصي. عسائي بتكون بعالي هالبرج هذا. سمعت عنين الناعورة وعنينا شغل بالي. سمعت عنين الناعورة عنينا شغل بالي، وهي عنينا عالمي وانا عنيني عالغالي. هاي هي نواعير حما، يبدو انه ما بعرف شو اسمها هي لانه كل ناعورة لها اسم هون. هذه من النواعير الكبيرة بحما. هي طريقة لرفع المي من نهر العاصي. عسائي بتكون بعالي هالبرج هذا، وبتقلب المي فيه وبيجروها على البساتين محل ما بدهم يسقوا أرضهم. هلأ هون هيك قلب الناعورة من جوا، بعد ما كان العاصي منشف السنة الماضية على الأخير، رجع هلا السنة مشي، بس يعني حاقنينه بسد الرسن لأنه السنة فضوا من سد الرسن كميات كبيرة. هاي من هاي الجهة ونطلع نحن وياه. كان على راس الناعورة. أنا كنت شوف الأولاد كانوا يطلعوا مع الناعورة هيك تيصيروا فوق ويشكوا بالنهر. من حما مدينة النواعير. هلا هذا الجسر هو عبارة عن قناة مي. كانت الناعورة بترفع المي من العاصي. هلا موقفين الناعورة اقول، بس ترفع المي من العاصي لفوق هيك على هاي الساقي اللي على ظهر هالقناطة، وبتروح لتاني جهة مشان يسقوا منها. راح نفوت على قلب يعني بجسم الناعورة. هاي الناعورة هون، وهي معمولة من خشب يبدو قديم كتير، وبطريقة حتى مو مسامير معدن، مسامير خشبية. وهلا الترميم تبعها صاير شوي بالمعدن. نكمل هيك. ما بعرف اذا مبين عليكم. هاي العاصي بعد سنين الجفاف، لانه السنة الماضية كان ناشف بالمرة على الاخير. هلا الشتي السنة مبينة انه موسم خير، ورجع مشي العاصي مثل الاول. بالناعورة في تلي هون بيطلعوا عليها بيعملوا سيران ظاهر، بيقعدوا فوق. طلطة حلوة يعني. مبدئيا هذا اللي قدرت اصور لكم اياه، يعطيكم الف عافية.